أول تعليق من بوغرا بعد خسارة الجزائر أمام الإمارات وخروجها من كأس العرب. أكد مجيد بوغرا مدرب منتخب الجزائر أنه يشعر بالإحباط للفشل في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم بالخسارة أمام الإمارات مساء الجمعة. وخسر المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 6-7 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، ليفشل حامل اللقب في المضي قدما برحلة الدفاع عن لقبه. وقال بوغرا في تصريحات لقناة الكأس القطرية عقب المباراة: محبطون للغاية بسبب جماهيرنا التي جاءت من أماكن بعيدة، كنا نريد أن نسعدهم، لكن هذه هي كرة القدم. وأضاف: المباراة بدأت كأي مواجهة في دور الثمانية، وبالتأكيد كان يمكننا أن نقدم ما هو أفضل. وتابع بوغرا: ذهبنا إلى ركلات الترجيح، وكما تعلمون الركلات الترجيحية مثل ضربات الحظ، لكن الحمد لله على كل حال كان لدينا العديد من الإصابات والكثير من اللاعبين الذين يشعرون بالإجهاد، سنواصل المضي قدما مستقبلا. وأكمل المنتخب الإماراتي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 لينضم بذلك إلى كل من المغرب والسعودية والأردن. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإماراتي نظيره المغربي في مباراة نصف النهائي الأولى الاثنين المقبل، على أن يخوض المنتخب السعودي مواجهته أمام الأردن في نصف النهائي الثاني في اليوم ذاته.